الجو كان قاتم والشوارع هادية بس فيها توتر غريب. جوه أوضة صغيرة في بيت إيجار متواضع، ماري جين كيلي كانت قاعدة، بس ما كانتش عارفة إن هي دي آخر ليلة ليها في الدنيا. البخار اللي كان طالع من كوباية الشاي اللي نسيتها على النار، والشمعة الوحيدة اللي كانت موجودة في المكان بتحاول بالعافية إنها تنور ضلمة المكان اللي كانت بتزيد كل شوية وبتبلع الأوضة ببطء. مين؟ بتسأل بصوت متردد وهي قاعدة في مكانها وبصة ناحية الباب، لكن محدش بيرد. بس الصمت كان رهيب، أكنه مخبي حاجة وراه، وده رعبها أكتر. بعد لحظات سمعت صوت الباب بيتفتح وخطوات رجلين بطيئة داخلة، ووقف قدامها شخص غامض، ملامحه الضلمة مغطياها، مش واضح هو مين، بس كان في حاجة غريبة، أكيد حاجة تخوف. بصت ليه وسألته بصوت مهزوز: أنت مين وعايز إيه؟ هو ما تكلمش، ما ردش عليها، وبخطوات واثقة وهادية بدأ يقرب منها لحد ما بقت المسافة بينهم شبه معدومة وقريب منها قوي. وفي اللحظة دي بس الكلام وقف في بق جين، مفيش غير الرعب وبس، ده كل حاجة موجودة في دماغها. سكون قاتل، والسكينة عينيها شافتها وهي بتلمع، ودي كانت آخر حاجة هي تشوفها. جاك السفاح ما كانش قاتل عادي قتل واحدة أو اتنين، ده كان كابوس عايش في أدمغة الناس، شخصية اتحولت من مجرم عادي لأسطورة لسه بنتكلم عنها لحد النهاردة، أسطورة من أساطير الرعب. بس السؤال اللي بيفضل دايما موجود: هل كان شخصية حقيقية ولا مجرد وهم اتخلق من الخوف والجهل لما كانت لندن بتعيش في حالة من الفوضى والتدهور بسبب الفقر الشديد؟ بطالة وأوبئة منتشرة في كل مكان، وفي منطقة وايت شابل اللي كانت مليانة بالعمال الفقراء والمهاجرين كان كل الناس بتعيش في ظروف قاسية جدا، مفيش حتى مكان نظيف يقعدوا فيه، فقر وسوء نظافة، حاجة فعلا غير آدمية بالمرة. وفي وسط كل ده يظهر اسم جاك السفاح اللي هيبقى بعد كده علامة وأسطورة كرمز للخوف والغموض والرعب، اللي ما سابش ولا شارع ولا ركن ولا أوضة في لندن كلها ما دخلهاش. بس هي ليه القصة دي بالذات مختلفة عن أي جريمة مشابهة ليها تانية؟ لأن هو ما كانش بياخد حياة الضحايا بس، ده كان بيختار ضحايا بعناية شديدة وبيستمتع وبيتفنن في الأساليب اللي بيعذبهم بيها لحد ما يموتوا. ده ما كانش قاتل بس، ده كان سفاح، وكان أحيانا بيسيب رسائل للشرطة أو للصحافة، وأحيانا بيسيبها للناس العاديين اللي بيتمشوا في الشارع. الرسائل دي زودت من الغموض وأضافت طبقة من الدراما على كل جريمة، وخلقت حالة من الرعب العام خلت كل أهل لندن بيخافوا يخرجوا من بيتهم بالليل، مفيش حد في أمان. تخيل كده لو في حد زي ده موجود في الوقت اللي احنا فيه، يا ترى هل هتقدر تنام بالليل ولا الخوف هو اللي هيسيطر؟ كان من الواضح جدا من الأسلوب اللي كان بيستعمله في تقطيع الضحايا بتوعه إن هو عنده خبرة تشريحية، يعني ده ما كانش واحد مجنون، ده شخص دارس وعارف كل خطوة بيعملها. ومن الغريب إن رسائله كان واضح فيها جدا لهجة سخرية، أكنه بيلعب مع المحققين والشرطة. كان أشهرهم الرسالة اللي بدأت بجملة: عزيزي الرئيس أنا جاك السفاح. الرسائل دي كانت بتزود الرعب، وكانت فيها تفاصيل عن الجرائم وأحيانا توقعات بالجرائم الجاية. واللي زود الغموض أكتر إن الرسائل كان فيها أجزاء من أعضاء الضحايا، كأنه كده بيتحدى الشرطة وبيقول لهم أنا دايما سابقكم بخطوة. علشان نفهم القصة دي بشكل أعمق لازم نمشي ورا الجثث. الضحية الأولى كانت ماري آن نيكولز 31 أغسطس سنة 1888. الضحية الثانية آني 8 سبتمبر 1888. الضحية الثالثة والرابعة كاثرين إيدوز وإليزابيث سترايد يوم 30 سبتمبر 1888. الضحية الخامسة والأخيرة المؤكدة هي ماري جين كيلي يوم 9 نوفمبر سنة 1888. يعني الجرائم كلها حصلت في فترة مقاربة من بعض، بس مش هم دول الضحايا الوحيدين المنسوبين ليه، دول المؤكدين. الضحايا دول معروفين باسم الخمسة المؤكدين، لكن في مؤرخين بيقولوا ان العدد كان اكبر من كده بكتير، عدد ضحايا اكيد. بس هل كان في نمط معين في اختيار الضحايا؟ الإجابة كان في. كلهم كانوا ستات فقيرة ومعظمهم كانوا بيشتغلوا في الدعارة وعايشين في مناطق محددة. في ناس قالوا ان القاتل كان بيستهدفهم لانهم سهلين ومحدش هياخد باله، بس هو مفيش اكتر من نظريات اللي اتعملت على القصة بتاعت جاك ذا ريبر، جاك السفاح. واحدة منهم بتقول ان هو كان مريض بيكره الستات، وواحدة كانت اكتر جراءة بتقول ان القتل كان جزء من مؤامرة سياسية او حتى ملكية، لكن الاكيد ان الجرائم كلها كانت مدروسة ودقيقة بشكل مخيف. في حاجة غريبة في طريقة تنفيذ الجرائم. الشرطة
فلاحظت في وقتها إن الجثث كانت مشوهة بطريقة دقيقة، وكأن اللي عاملها عنده خبرة دقيقة بالتشريح والجراحة. ده اللي خلى المحققين يعتقدوا إن جاك السفاح كان طبيب أو جراح أو حتى جزار محترف. استخدامه للسكاكين وأدوات طبية بيقولوا إنه متعود، والطريقة اللي كان بيقطع وبيسلخ بيها الضحايا بتوعه، وللأسف أيوه كان بيسلخهم، كلها بتقول إن هو ما كانش مجرد قاتل عشوائي، ده شخص متمرس وعارف هو بيعمل إيه بالظبط. سنة 1888 كان في دكتور بريطاني اسمه توماس بوند عمل أول تحليل نفسي لشخصية جاك السفاح، وقال إنه بيستمتع بالتعذيب وعنده سيطرة عقلية مرعبة على الضحايا بتوعه. وفي القرن ال21 عندنا علماء زي الدكتور مايكل ستون، واللي كلهم وصفوه بأن هو شخصية سايكوباتية، عنده اضطراب شديد في الشخصية، شخصيته معادية للمجتمع. وكان في اجتماع على الرأي ده إن هو كان بيحس بلذة بالتعذيب. يعني هل هو كان دكتور أو جراح؟ هنا بنوصل لنظرية مثيرة، هل هو أصلا كان شخص واحد ولا أكتر من شخص، ولا أكتر من قاتل بيقلدوا بعض؟ في بعض المؤرخين بيقولوا إن الإعلام ساهم بشكل كبير في تكوين شخصية جاك السفاح المعروفة للمجتمع. الإعلام هو اللي خلق الصورة الوحشية دي في أذهان الناس، وإنه ممكن يكون كان في أكتر من شخص ارتكبوا الجرائم بتاعتهم كلهم بنفس الطريقة بسبب الإعلام. لكن هل الحقيقة إن الجرائم كلها كان وراها أكتر من قاتل؟ في نظرية بتقول إن الشرطة كانت بتلاحق شخص واحد، لكن الأكيد إن الشرطة ما قدرتش توصل له في وقتها. وهل ممكن فعلا يكون العلم الحديث قدر يساعدنا في إن احنا نكشف هويته الحقيقية بجد؟ في زمن جاك السفاح الشرطة البريطانية كانت بتواجه أكبر تحدي في تاريخها. الجرائم كانت بتتم في أحياء شعبية وزحمة، الضحايا كانوا بيتقتلوا في شوارع ضيقة وضلمة، القاتل كان بيتحرك بحرية كأن محدش هيقدر يلمسه. لكن ليه الشرطة ما قدرتش تمسكه؟ في أواخر القرن ال19 التحقيقات الجنائية ما كانتش زي دلوقتي خالص، ما كانش فيه كاميرات مراقبة، ما كانش فيه تحاليل، حتى رفع البصمات كانت لسه التكنولوجيا ما توصلنا لهاش. كل اللي كان متاح للشرطة في وقتها هو شهادة الشهود العيان والتقارير الطبية، وزود على كده رسائل السفاح اللي كانت في الغالب بالهدف الأساسي منها التمويه. غير كده الشرطة كان عندها مشاكل تانية زي نقص التنسيق بين الأقسام، وده خلى المعلومات تتوه، ضغط الإعلام والجمهور. الصحف كانت بتنشر تحقيقات مخيفة عن السفاح، وده زود الهلع في الشارع والضغط على الشرطة، غير إن عدد المشتبه فيهم كان ضخم جدا. أي شخص كان عنده سلوك غريب كان مشتبه فيه وبيتاخد يتحقق معاه، وده خلى الشرطة تضيع وقتها مع ناس كتير وفي نظريات كتير غلط. بس هو ده كان عشان في فساد في الشرطة؟ من النظريات دي كانت اللي بتقول إن الشرطة متورطة في إخفاء القاتل، وفي إشاعات كانت بتقول إن واحد من المشتبه فيهم كان ليه علاقة بالعائلة الملكة البريطانية، حفيد الملكة، وإن بعض الضباط كانوا بيحاولوا يدفنوا القضية علشان محدش يعرف الحقيقة. في محقق كان اسمه روبرت أندرسون كان بيقود التحقيق في وقتها، وقال في وقت لاحق إن هو عارف هوية القاتل بس ما عندوش أدلة كافية، مش هيقدر يدينه، فما قالش هو مين. الكلام ده زود الغموض وخلى الناس تشك إن القضية أكبر من مجرد سفاح بيقتل بصورة عشوائية. لكن حتى لو استبعدنا نظرية الفساد، فالحقيقة بتقول إن الشرطة ببساطة ما كانتش مؤهلة لمواجهة قاتل زي السفاح. فعلا كان سابقهم بخطوة وكان بيلعب بيهم زي الشطرنج. طيب هو فعلا الإعلام كان بيساعد؟ فين الحقيقة؟ الصحف البريطانية في وقتها لعبت دور كبير في تضخيم قصة جاك السفاح. بدل ما الإعلام يركز على الضحايا أو يساعد في التحقيق، كان شغله الشاغل خلق صورة أسطورية للقاتل. كانوا بينشروا تفاصيل مرعبة حتى لو مش حقيقية، نشر للرسائل مجهولة، وبعض الصحف ادعوا إن هم استلموا الرسائل من السفاح شخصيا، بس بعد كده اتفضحوا وتعرف إن هم كدابين وإن الرسائل دي مزيفة. السفاح اتحول لشخصية درامية، الصحف والجرايد قدمته على إنه وحش خارق محدش يقدر عليه، وده خلق هالة حواليه سببت رعب رهيب. في تقارير بتقول إن الأدلة الحقيقية ضاعت وسط كل اللي بيحصل ده، لأن الشرطة كانت مضطرة ترد على الصحف بدل ما تركز في القضية نفسها. طيب هل الشرطة كان ممكن تمسكه في يوم من الأيام؟ أعتقد إن ده سؤال صعب، بس لو الشرطة كان عندها تقنيات حديثة زي اللي موجودة دلوقتي، زي تحليل DNA أو حتى بصمة الصوابع اللي هي حاجة سهلة بالنسبة لنا دلوقتي، كان الموضوع هيبقى أسهل بكتير. ما كانوش هيحتاجوا تخمينات كتير ولا شهادات شهود وكل واحد يقول اللي على مزاجه. طبعا ده غير الصحافة اللي كانت بتبعت رسائل وبتتاخد على محمل الجد وتخلي الشرطة تمشي وراها. ما كانش فيه أي وسيلة دقيقة في الوقت ده. بس ده يخلينا نسأل سؤال أخطر، هل ممكن يكون القاتل اتمسك فعلا من غير ما يعرفوا إن هو ده القاتل الحقيقي أو بدون أدلة كافية للإدانة؟ وهل ممكن كان مات بعدها بفترة قصيرة علشان كده الجرائم وقفت؟ نروح للنظرية اللي بعدها، هل جاك فعلا كان شخص واحد، أكتر من واحد، ولا مجرد فكرة؟ ولا هو الإعلام ضخم الموضوع وحول مجموعة من الجرائم المنفصلة لأسطورة كبيرة مرعبة؟ لحد النهاردة في محققين عندهم اعتقاد إن جاك السفاح
ممكن ما يكونش شخص واحد، لكن مجموعة من المجرمين استعملوا نفس الأسلوب. الإعلام جمعهم تحت اسم واحد، وده كان بيفسر ليه في بعض الجرائم مختلفة عن بعضها في بعض التفاصيل. لكن مع كل الغموض ده في حاجة واحدة مؤكدة، هي إن جاك السفاح قدر يهرب من العدالة وقتها، وهنعرف هو فضل هربان ولا لا. بعد 137 سنة تقريبا أخيرا عرفنا هوية جاك السفاح اللي كشفته التكنولوجيا والعلم الحديث. ونستعرض في الأول أسماء المشتبه فيهم واللي اتهمتهم الشرطة على مدار السنين، ونشوف مين فيهم أقرب للحقيقة ومين فيهم كان كبش فدا. آرون كوزمانسكي حلاق بولندي عاش في وايت شابل في نفس المنطقة اللي حصلت فيها الجرائم. كان بيعاني من اضطرابات عقلية وكان معروف بسلوكه العنيف تجاه الستات. الشرطة اشتبهت فيه في وقتها، لكن ما كانش فيه أي أدلة كافية لإدانته. مونتاجو جون درويت المحامي الغامض ده كان محامي وأستاذ محترم، لكن حظه إن هو اختفى فجأة بعد آخر جريمة بأسابيع قليلة، وعثروا عليه ميت في نهر التمز. يا ترى انتحر ولا حد خلص عليه؟ طبعا المحققين في وقتها اعتقدوا وعملوا نظرية إن هو جاك السفاح، لكن برضه مفيش أي دليل منطقي يوصله بالجرائم. المشتبه فيه الثالث هو مايكل أوسترونج، كان مجرم محترف، بس السجل بتاعه كان كل الجرائم اللي فيه اغتيال وسرقة، ما فيهاش قتل. الشرطة اشتبهت فيه بسبب تصرفاته الغامضة، ومات في ظروف غامضة، ومفيش دليل مباشر يربطه بجاك السفاح. المشتبه بيه الرابع هو كارل فيجنن البحار السفاح، كان بحار ألماني وتم اتهامه في وقت لاحق بقتل سيدة بطريقة مشابهة لجاك السفاح. محاميه ادعى ان هو اعترف ليه بميول عنيفة تجاه الستات، وانه ممكن يكون هو القاتل الحقيقي، لكن ما كانش موجود في لندن في طول الفترة اللي فيها الجرائم، وده بيضعف النظرية. اما بقى بالنسبة للمشتبه الخامس فهو البرنس ألبرت فيكتور أمير، وهنا بقى نظرية المؤامرة الملكية. ده حفيد الملكة فيكتوريا وابن ولي العهد، كان عنده مشاكل صحية ونفسية، وظهرت نظريات بتقول انه كان متورط في الجريمة، اما كقاتل او كشخص بيتم التغطية عليه، لكن مفيش اي دليل علمي بيربطه بالجرائم. ودي واحدة من النظريات اللي الاعلام ضخمها بدون ادلة حقيقية. المشتبه فيه السادس نصاب امريكي هو فرانسيس، اشتهر بعداوته للستات خصوصا في بيوت الدعارة، وبعد الجرائم اللي حصلت بتاعة جاك ذا ريبر هرب على امريكا، وده خلى الشكوك حواليه تزيد، لكن ما كانش عنده اي سجل قتل ومفيش ادلة مباشرة تربطه بجرائم جاك السفاح. واحدة بقى من النظريات اللي كانت غريبة جدا برضو ان جاك السفاح ممكن يكون ست. واحدة من الفرضيات بتقول ان واحدة مجنونة كانت مسؤولة عن عمليات اجهاض غير قانونية، وده بيفسر اسلوب التعامل مع الجثث. الفرضية مش مدعومة بأدلة قوية، لكن هي واحدة من اغرب النظريات اللي ظهرت في القضية. نيجي بقى دلوقتي لدور الاعلام. اول ما بدأت الاحداث بتاعة جاك ذا ريبر الاعلام لعب دور ضخم في رسم شكل مرعب، مش علشان كان بينقل الاخبار، لانه حوله من مجرد قاتل لاسطورة مرعبة، وده كان اصلا السبب الاساسي في تخليد اسم جاك السفاح. كانوا عايزين يعملوا منه ترند ونجحوا. كل الصحف الكبيرة غطت القضية، بس بعضها برضه كان بيحاول يحلل الجريمة بزاوية درامية. الصحف ما كانتش بس بتنقل الحقائق، دي كانت كمان بتضيف تفاصيل مرعبة للقصة زي التوابل على الاكل. الشوارع مليانة اشاعات، والاعلام ما سابش ده، استغلوا احسن استغلال، وبدأ ينشر قصص عن وحش بيعيش في الضلمة، القاتل الخارق. جاك السفاح ما بقاش بس قاتل ولا حتى سفاح، ده بقى رمز للفوضى والرعب. بعض الصحفيين ساعدوا في نشر معلومات عن المشتبه فيهم، وكانوا بيحاولوا يوصلوا للحقيقة بتاعة القضية، لكن في المقابل الصحافة كانت بتضغط على الشرطة بطريقة سلبية، وكانوا بيطالبوا بنتائج فورية رغم ضعف الإمكانيات. بينشروا معلومات غير دقيقة، وأحيانا بيوجهوا الشرطة لنظريات غلط، وده بيخليهم يضيعوا وقتهم في مطاردة مشتبه فيهم مش حقيقيين. وده كمان زود الفوضى، ما هم دايما كسبانين مع اي خبر جديد هيكتبوا عنه، خصوصا لو خبر سبايسي. بس مع كل ده يا ترى هم كانوا عارفين الحقيقه؟ بعض المؤرخين بيقولوا ان الصحافه كانت بتغذي الاشاعات عن المؤامره الملكيه، وبتحاول تخلي القضيه اكبر من مجرد قاتل مجهول، لأن القصص المخيفة بتبيع أكتر. وفي الآخر ده يخلينا نأكد على إن الإعلام كان جزء أساسي من شخصية جاك السفاح، هم اللي صنعوا الأسطورة وضيعوا حق اللي راحوا على إيد جاك. الجرايد كانت بتسابق بعضها على نشر الأخبار المثيرة، والناس كانت عايزة تسمع عمل إيه في شوارع لندن الجانبية المظلمة، وده خلى القاتل ياخد أكبر من حجمه الحقيقي. وبعد أكتر من 137 سنة غموض كشفنا الشخصية، القاتل اللي الإعلام والجهل عملوا منه أسطورة اتكشف. الكشف ده لسه حاصل السنة اللي فاتت، وصدفة بعد ما كشفنا إزاي جاك السفاح قدر يهرب من الشرطة ويفلت منهم، وإزاي إن الإعلام صنع من جرايمه أسطورة مرعبة. التكنولوجيا والتدريبات الحديثة بتساعد كتير جدا إن هم يربطوا الجرايم ببعضها ويعرفوا مين القاتل. من فترة قريبة جدا تم الإعلان عن إن هم قدروا يعملوا تحليل DNA من على قطعة قماش كانت موجودة
في الأدلة في جريمة من جرائم جاك ذا ريبر، واللي اتعثر عليها في مسرح جريمة كاثرين إيدوز اللي هي واحدة من ضحايا جاك. وصدفة وبعد ما عملوا عليها تحليل DNA ظهرت واحدة من أحفاد واحد من المشتبه فيهم قالت إن هي عايزة تعمل لنفسها تحليل DNA وتعرف هي حفيدة القاتل ولا لا. واكتشفنا المفاجأة، العينة اللي على القماش تطابقت تماما مع العينة اللي جت منها. القاتل كان ايرون كوزمانسكي، الحلاق اللي كان عايش في نفس المنطقة اللي حصلت فيها الجرائم، واللي كان المشتبه رقم 1 فيها كمان. لكن ولا كان في كاميرا مراقبة ولا كان في شخص شافه بعينيه بيرتكب جريمة. وعلشان كده كوزمانسكي فضل لحد آخر لحظة حر وطليق، وما كانش مربوط بجرائم القتل بتاعته. كان في شهود لكن ما كانش موثوق فيهم وما شافوش الجريمة بعينيه. وعلشان هو كان غير سوي عقليا تم إيداعه في مصحة عقلية مات فيها بعد فترة قصيرة. ومع إن كل ده بيثبت إن جاك ذا ريبر هو كوزمانسكي، برضه في بعض المحللين بيقولوا احتمال ما يكونش هو، وإن هو يكون بس علشان عايش في منطقة فالجينات بتاعته موجودة. لكن ده ما يثبتش كده، دي مجرد آراء ودي مش حقيقة. مع ذلك نسبة التطابق عالية جدا على إن هو يكون بس موجود في المكان. النهاردة فات أكتر من 130 سنة على الجرائم بتاعت كوزمانسكي، وده بيثبت إن حتى الجرائم المستحيلة ممكن حلها بالعلم الحديث. جاك السفاح ما كانش عبقري ولا خارق، ده كان مجرد شخص مختل استغل الظروف اللي موجودة حواليه في غياب التكنولوجيا وقدر يهرب من العدالة. القصة اللي اتحولت لأسطورة أخيرا تم تفكيكها. جاك السفاح كان شخص حقيقي واسمه ايرون كوزمانسكي، شخص عادي عايش في منطقة متواضعة، لكنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه. أخطر قاتل متسلسل لم يتم التعرف عليه أكتر من قرن وربع. والسؤال الوحيد الباقي دلوقتي، كام قضية تانية هيتم حلهم بنفس الطريقة؟ ومين السفاح الجاي اللي هيفضل لفترة طويلة مش معروف والعلم هو اللي هيعرفنا بيه؟ لو عجبتكم القصة يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا.